التحدي التاني اللي بيقابلنا بشكل واضح جدا الكلايمت تشينج، احنا بنستشعره وبنشوفه، وحتى احنا بنشوف التغير بقى واضح. يعني احنا في الصيف اللي فات كان عندنا ارتفاع في درجات الحراره عن المعدل الطبيعي. انا مش عايز اقول ان احنا في بعض الناس بيقولوا لي نفس اليوم من حوالي 100 سنه درجه الحراره في مصر كانت 37، اللي احنا وصلت فوق فالمعدلات بتبقى باينه جدا. وبالتالي العرى والزراعيه، انا بقول الزراعه اكتر حاجه متاثره بيها، ان انا حتى الموروث بتاعي من الجدود في التعامل طبقا للمحاصيل تغير، لان الاوقات اللي فيها درجات الحراره انها بتبقى بدري او اقل او فترات اطول غيرت. فده عشان كده حتى على مستوى العالم بيقولوا ان هم اكتر قطاع متاثر جدا بالتغير المناخي والقطاع أكيد. الزراعي. طبعا ارتفاع منسوب البحر متوقع بعد ارتفاع درجات الحراره. زياده منسوب البحر في البحر المتوسط، توقع ارتفاع منسوب المياه الجوفيه او المياه المالحه في منطقه الدلتا وتاثيره على الارض وخصوبتها. فانا بقول قطاع الزراعه قطاع فيه تحدي كبير، مش بس على ندره الميه، كمان على التغيرات المناخيه. والحاجه الثالثه، احنا ككونسيومرز البيهيفير بتاعنا اتغير.